وهاي بنات نشوفكم، بس نوخر الكرسي نشوفكم شغلات مشتريات. اشتريت هذا السيت، ما اعرف يعني هسه نجربه وياكم واقول لكم اذا زين او لا. تدرون اني هالفتره كلها رجعت على الفافون، والله بصراحه احسه احسن من الجرانيت والسيراميك وهاي السوالف. بسم الله. هذه طبعا هي الكرتونة ما تلفت، يعني صار جواها مي تلفت. هذا الأحجام مالته 26 24 22 20 18 16 14. هذا أصغر واحد بيهم 14. 2 3 7 قطع، 7 قطع. القبق مالته قزاز، هو فافون والقبق قزاز. هاي مالته يعني نوعا ما مبدئيا والله زين، الخامة مالته زينة، يعني ثقيل مو خفيف، ثقيل وسميك الجدر مو خفيف. هاي 7 قطع. هاي أول شغلة. نشوف بعد شنو اشترياتنا. خلي على صفحة. نجيب الكرتونة الثانية. هاي الوجبة الثانية مال المشتريات. هاي القوالب أخذت 3، عجبني شكلهم ولونهم. هاي شوفوها بنات، شكلها يعني حلو كشخة من تخليها على السفرة. هاي 3 قطع. وهاي الكاسات حجمها هي كلش كبير، أنا ما عندي هيك حجم يعني، وشفت مرات إنه أحتاجه بالسيزر، أكو أنواع مال سلطات تحتاجين هيجي أحجام. شوفوا شكلها حلو كلش، ألوانها حلوة. هاي 2 قطعتين أخذت، خليها هنا. وهاي مواعين، شكلهم هم كلش حلو. هاي واحد. طبعا احنا بنشبع من هاي السوالف. هذا اللون الثاني، عجبتني كلش الالوان. وهذا الاسود. وهاي للكب كيك، للكريم كراميل تستخدمينها، للمحلبي. هاي الحلويات يعني. هاي جزء من المشتريات. هلا وحبايبي، شلونكم اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. نلتقيكم اليوم بفيديو جديد وروتين سريع. وهسه تقولون بديتي بالمشتريات وهسه يلا سلمتي علينا. هاي مشتريات اشتريتها وحبيت اشوفكم اياها ونجي سوا، لان اليوم كان عندي كل الشغل هوايه، فاريد اسوي لي اكله سريعه. كلش كنت مشغوله، اريد اسوي لي اكله سريعه ويحبوها وتنأكل، فقررت اسوي كبسه حمراء. هنا انا حمست البصل اول مره ويا اللحم، وخليت لي البهارات الصحيحه اللي هي ثوم مجفف وقرنفل وكبابه وفلفل اسود، وما اعرف بعد شنو من اتذكر اقول لكم، وزنجبيل ما اعرف قلته او ما قلته، واحمسه شويه وبعدين اخلي شويه فلفل واحمسه. طبعا انت بكيفك تبين تحطين جزر، تبي شو تحطين بكيفك، بس مرات العفو الخضار والجزر يستوون زايد ويا اللحم،
فمن تجين تطبقين التمن يعجن عندك التمن أو يخلينا شوية هيك يعني يلزق أو هيك شيء يصير بيه هيك لزوجة. هنا عندنا هسه نجي نحمس يعني هو اللحم وهاي الخضار نحمسهم بالمعجون شوية، نعوفهم يتكتكن، والمعجون يتكتكن حمي زين حتى هذا الطعم القوي مال المعجون يروح. ورا ما حمسناهم نضيف عليهم المي الحار. بنات لازم مي حار. ديري بالك تحمسين او تبخرين اللحم او الدجاج وتخلي له مي بارد. ديري بالك المي البارد يطلع الزفر مال اللحم ومال الدجاج. هواي ناس اشوفهم يحمسون يخلون مي بارد، اولا ياخر السواء، واكو نوعيات مال لحم بالاخص اذا الذبيحه كبيره راح تجزر عندك وما تستوي او تصير قويه. لو ايش قد ما حطيتيها على النار تبقى قويه. المي الحار لانه هو نفس درجه الحراره، هو اللحمايه حاره لانه انت حامستها او مبخرتها، تجين تضيفي لها المي الحار فتبقى بنفس درجه الحراره. بدينا نشكل الشجره هاي زينه، تعرفون انا كل مره اضمها وارجع اخليها مرتلاخ. هاي الشجره يعني احنا شجرتنا كبيره فقطع 4 قطع. هاي مكانها هنا راح نخليها. وهاي شفتوا بنات، شوفوا شلون كلش قل كان اللي هنا تقريبا المي. شوفوا اليوم صار. هسه راح اطبق التمن، راح اطلع منه شويه من المرقه وراح اطبق التمن. هاي خليت التمن فت ويا المرقه الباقي، راح اخليه على نار متوسطه مايله للهادئه واغطيه شويه. من ينشف كلش انصيه واقلبه كل شويه، واذا احتاج شويه ماء اخلي له. وهاي نرجع للشجره وبدينا نفتح بيها لانه احنا لامينها يعني هيك كابسيها. وهاي فرشنا هذا الكاربت يعني يتلائم ويا الاجواء. همينا من ماشا اخذناه ما شاء الله شغلاتها كلش حلوه. هسه راح نكمل نلبس الوجوه مال التكيات ونكمل. وهاي بدينا نلبس الكوشات، وهذا الوجوه مال الكوشات. هاي البنات انتو شايفيهن عندي تقريبا صار لهن 2-3 هن عندي، كل سنه اخليهن اطلعهن اخليهن للكوشات وارجع اضمهن. تقريبا اخليهن شهر او 20 يوم او اقل حسب يعني مزاجنا احنا شو وقت تصادف. يعني مرات ننصب الشجرة ونسوي ديكور من وقت، مرات آخر شي قبل الكريسماس بفد 4 أيام 5 أيام مثل العام. وصورت ونسيت حتى يعني من بعد الكريسماس يلا نسيت انه انا مصورة من خليت الشجرة وهاي السوالف ونسيت انزلها. بالنسبة للبنات اللي ينتقدون هاي الاشياء، شوفوا بنات حاولي قدر الامكان كل شي يضيف التغيير حلو البيتك، يعني فد روح حلوة يسوي لك بالبيت سوي، ما بيها شيء. إذا خليتي شجرة مال الكريسماس ما بيها شيء، إذا احتفلتي بعيد المسيح ما بيها شيء. يعني هو المسيح منين؟ هو مو نبي منزل من رب العالمين؟ إحنا مو كنا نعبد رب العالمين؟ يعني ما بيها شيء. إذا هو نبي همينا نبي حاله حال باقي الأنبياء نحتفل بميلاده، شكو بيها إذا احتفلنا؟ نحتفل بميلاد المسيح، نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحتفل نسوي أجواء بالبيت، نسوي فد محبة يعني حلوة. من تحتفلين أنت ويا المسيح من المسيح يحتفلون وياك بالمولد النبوي. وإحنا كانوا جيراننا الله يذكرهم بالخير مسيح ويعيدون ويانا، عندهم عيد يسوون نفس طقوسنا، احنا نسوي كليشة هم يسوون ويانا كليشة. يلا مرات يتذكرنا يلا شو وقت نسوي كليشة للعيد، شلون راح يجي العيد، قرب العيد واحنا الكليشة لسه انا ما مسويها. هي تنبهنا، يدزون وقت الافطار يعني فد شي هم طابخيه يضمونا اياه لحد وقت الافطار يدزونا اياه، واحنا كذلك ويا الفطور حالهم من حال البقيه ندزلهم. فهاي يعني هذا التعايش السلمي حلو حلو. واضافه لهذا الشيء انه فالجو حلو انت تسوي ببيتك. يعني احنا اغلب الاحيان بالاخص هاي الفتره احنا لا طبوا ولا طلع كلها امتحانات الاولاد امتحانات لهم الجو بارد، العفو الجو بارد ما تقدرين تطلعين. اللي عندها اطفال ما تقدر تطلع الجو بارد تخاف عليهم يتمرضون، اللي عندها كبار فهم بالمدرسه وعندهم واجبات ما تقدر تطلع همين تخاف عليهم انه خاف يفوت درس خاف يفوت امتحان. تقول لك بدل ما اطلع اني اقعد بالبيت عنده واجبات اقعد اقرا ابني. فاحنا حاليا هاي الفتره كلها احنا بالبيت لا طلع لا طب ولا حلو نسوي هيك اجواء، حلو نسوي
يعني مثلا نغير ديكور، نغير هيجي فد جو حلو، نضيف فد بهجة للبيت، نحسس الأطفال، نبقي عندهم ذكريات، نصنع لهم ذكريات، يبقون يذكرون إنه أمي باعي بالعيد كنا هيك نسوي برمضان، قبل رمضان كنا هيك نتهيئ رمضان، هيك نسوي بالعيد، هيك نسوي براس السنة، بكل مناسبة هيك نسوي بالمولد النبوي، هيك نسوي بمحرم، هيك نسوي قبل 40، وهكذا. هاي يعني هاي فد اصنعي ذكريات لأولادك، هاي تذكروها فد أجواء حلوة. طبعا احنا نفتقد هذا الشيء، ما عندنا ترى احنا حاليا ما عندنا ذكريات ويا اولادنا مثل ما كانت عندنا ذكريات احنا ويا اهالينا. طبعا هذا استخدمت هذا المكوى حتى شوية اعدل شكل الهاي لانه يعني متخربطة شوية من غسلتها. فقلت لكم احنا ما عندنا يعني تقريبا والله ما عندنا ذكريات ويا اولادنا مثل ما عندنا ذكريات ويا اهلنا. يعني نفتقد، احنا قبل كانت فشي هو كلش روتين وكلش عادي انه كلنا احنا ملمومين على فيلم بالليل او على مسلسل او هاي. هسه نادر نصير هاي الحالة. احنا كنا موجودين بمكان واحد، كنا موجودين، كنا متجمعين بالهول او كنا متجمعين بالمطبخ. هسه همينا نفتقدها، هاي واحد بغرفته، البنية بغرفتها، الولد بغرفته، الطبوني البنية تقرأ، الولد يقرأ. وصارت يعني اجتنا شغلات يمكن هسه صارت، يعني قبل ما كنا انه ببالنا انه خصوصية وما خصوصية، ما كانت عندنا قبل كنا نقعد سوا وكنا نقرأ سوا. هسه يمكن اصغر واحد يقول لك اني ما دا اعرف اقرا من الهوسة، اقعد وحدي ما اعرف شنو. يعني هواي امور تغيرت. هسه نعوف هذا الحكي واشوفكم بعد المشتريات شنو اللي اشتريناها. اشتريت طبعا هاي الهيترات الاثنين. تعرفون انا عندي يعني مشاكل بالتنفس وبالرئة، يعني الافضل الي انه هيتر احسن من الصوبة النفطية. تعرفون هي الصوبة النفطية شوية تأذي، وعندي بناتي الصغار همين عندهم تحسس وابني كذلك، يعني تقريبا احنا العائلة كلنا الرأي عندنا خربانة. فيعني شفت انه الافضل لصحة العائلة انه اجيب هذا الهيتر الكهربائي. طبعا اشتريتهن وطلبتهن من حسين البالة الأوروبية. طبعا أنا هذول هذا البيج دائما أطلب، وإن عندهم مصداقية ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم ويرزقهم يا ربي مصداقية، وينصح يقول لي هذا زين هذا ما يطول. يعني هاي إن شاء الله كلش حبيتها بيهم، وأخذت يمكن قبل شوي شفتوا اللي سويت بالمكواة الحرارية هم أخذتها من عندهم. هالمرة أخذت هذا الموديل اللي يجي على شكل بانكي هيجي. عجبني همين صغير، مو كبير، يعني مال مكان صغير، فأخذته لغرفتي، يعني لغرفة النوم أخذته لأنه يعني هي كبيرة مو صغيرة. بس قلت يا هذا كلش كافي عليها، يعني واحد يشغلها قبل لا تصعدين تنامين فد بساعتين كلش كافي تدفي لك الغرفة، وبابها مسدود. وهي هاي ماركة نيوال، أنا ماخذة منها سابقا هيتر، وجابوا لي هدايا اثنين، يعني بوقتها من سكنت بهذا بيتي جابوا لي هدايا اثنين هم يعني هيترات نيوال. فشفتها يعني جربتهن كل الزينات. هاي طبعا طلبتها وياهم، مسك التوت وما أعرف الرمان، هسه نشوف سوا. وهذا الهيتر الثاني هذا أبو 6 شمعات، 4 أمامية و2 من فوق، هذا الهيتر الثاني. فقلت لكم هاي يعني ماركة نيوال أنا جربتها، يعني خوش ماركة. فقلت أنا مجربة ليش أجرب غير شي ما أعرف راح يطلع زين مو زين، تخرب عندي وأذا بهوض الآن يومية جاب شي يعني هاي أعرف هاي الماركة ومجربتها ومشترية من عندها سابقا، فخلي هو أعتمدها وأجيب منها. فقلت لكم أنا هاي مجربتها كل زينة، وطبعا ما شاء الله حرارتها حلوة وتقدرين تتحكمين بها، يعني تزيدين القوة مال الحرارة أو تقلليها، هاي انت بكيفك بعد. يعني هاي شغلة. والعيون هاي مالتها الهيتارات تقدرين تشغلين بس واحد اثنين من النايلون. هذا طيب، ريحة توت طيب، كلش طيب، هذا طيب. نجرب الثاني. نجرب الرمان. كلش طيب هذا.
هذا أطيب، يعني ذاك كلش طيب بس هذا أطيب، هذا أطرى أطيب. الرمان أطيب من التوت، توت حمضيات، الرمان هيج ورد كلش طيب. هاي بنات ورا مفتحتها وجربتها، الهيتر ماركة نيوال، قلت لكم اخذته من حسين للبالة الاوروبية. طبعا اني هذا البيج كلش اثق بيه، دائما اخذ منه شغلات. قلت لكم اخذت منه مكواة هاي الحرارية البخار كل الزينة، كل الشغلات والله اللي اخذها من عنده زينة، يعني الله يوفقهم شغلاتهم كلها زينة. وينصح يقول لك مثلا عندي هذا وعندي هذا احسن، يعني هذا مثل فولتية قليلة هذا اعلى، يعني هيك شغلات يعني مرات اكو اشياء احنا ما نعرفها ينصح ليها، يعني احب التعامل وياهم، اثق بيهم بصراحة. هاي الهيتر اللي اخذت اثنين قلت لكم، اللي شكل المروحة، وهذا جربت هذا. تعرفون التصالة مالتي كلش كبيرة ما شاء الله عليه، يعني هاي الشمعتين كلش كافي، ما يحتاج حتى ال4 شمعات اشغلها. طبعا هو 6 4 هيات بالوجه، وهاي 2 فوق. هاي تخدرين شاي، تحمين صمون، تخلين فد جدر على الصوبة. ها مثل ما تشوفون يعني ما شاء الله الحرارة مالتها كلش عالية. قلت لكم اني فاتحة بس شمعتين من عندهم، ومنصيتها همين، يعني شمعتين ما فاتحتها كل القوة مالتها كل فولتيتها، منصيتها. ها مثل ما تشوفون، وهمين اصور لكم الثانية ان شاء الله. وهذا شكل شجرتنا بعد التزيين. طبعا اغلب هاي الزينة تكسرت من طلعتها، والخطر اني هسه مكملتها، فبعد ما بيها بردة، ملحقة اسوي لها بردة. ان شاء الله على القادم اشوفكم شكلها النهائي، وان شاء الله يا رب عجبكم الفيديو. نلتقيكم بفيديو جديد، مع الف سلامة. لا تنسون اللايك والشير